محتاج تستمر في التأجيل بعد ما تشوف الفيديو ده. انت عارف ليه انت لسه واقف مكانك؟ علشان انت مأمن نفسك زيادة عن اللزوم، يعني عامل لنفسك خطة بديلة لكل حاجة. لو ما ذاكرتش النهاردة في بكرة، ولو ما بدأتش الدايت السبت ده في السبت اللي بعده، ولو ما رحتش المراجعة بكرة هحضرها اونلاين. انت محبوس في منطقة الأمان اللي بتقتلك بالبطيء، وعشان تخرج لازم تتورط. وان شاء الله في نهاية الفيديو ده هقولك على الورطة اللي لو انت عملتها دلوقتي بعد 21 يوم هتبص في المراية هتستغرب الشخص اللي قدامك. خليك معايا. عارفين طارق بن زياد لما فتح الأندلس عمل إيه؟ أمر بحرق السفن، وقف قدام جيشه وقال لهم كلمة اللي سجلت في التاريخ: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ورط نفسه وجيشه، مفيش تراجع، يا ينتصر يا يموت. طيب ايه علاقة القصة اللي انا بقولها ليك دي بيك النهاردة؟ علاقتها ان طول ما سفن الاعذار بتاعتك مركونة على الشط، عمرك في حياتك ما هتفتح اندلس اهدافك. انت محتاج تحرق السفن اللي عمالة تقول ليك لسه بدري، بكرة نبدأ. انت عارف ليه الانسان المحروق مش بيحس بالبرد؟ علشان مفيش اختيار تاني. الجسم غير انه يتعامل مع الألم، انت كمان طول ما بوابات الهروب بتاعتك مفتوحة عقلك بالتأكيد هيختار الهروب على طول. يعني مثلا لو عايز تخلص كتاب، كلم صحابك واتفقوا تقرأوا الكتاب نفسه، واتفقوا على يوم تناقشوا الكتاب. مثلا لو عايز تنزل الجيم ادفع اشتراك سنوي، متدفعش شهري. لو تقدر تدفع السنة او حتى تدفع اشتراك ربع سنوي اللي يخليك تتدبس انك تروح كل يوم. انت لما بتورط نفسك عقلك بيتحول من وضع الراحة لوضع النجاة، بالتالي في وضع النجاة المعجزات كلها بتحصل. يعني ورط نفسك، ابدأ دلوقتي. طيب سؤال اللي ممكن بنفكر فيه هنا هو ليه احنا بنخاف من الورطة؟ نفسيا في حاجة اسمها ايه؟ تجنب الخسارة. عقلك بيخاف يخسر برستيج، الراحة، الفلوس اكتر بكتير جدا ما بيفرح بالنجاح. عشان كده هو بيخليك دايما انت في منطقة الدل، لا انت بدأت ولا انت ارتحت، في النص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كأنك بالظبط واقف على شط البحر خايف من السقعة، تفضل سعان طول ما انت واقف على الشط. اول ما جسمك يتبل خلاص انت كده اخدت الصدمة، هتبدأ بعد كده تعوم. هي الورطة بقى الزقة اللي بتجبر جسمك انه يعوم علشان ما يغرقش. وهم السيطرة، انت متخيل انك لما بتأجل يبقى انت كده مسيطر على وقتك؟ الحقيقة الوقت هو اللي مسيطر. الورطة دي هي اللي بترجعك لكرسي السيطرة. طيب دلوقتي انا اورط نفسي ازاي من غير ما اغرق؟ اول حاجة عشان تنجو من الكلام ده كله اعمل الثلاث الحاجات دول. اول حاجة الورطة المالية. يعني ايه؟ يعني مثلا تدفع تمن الحاجة اللي انت عايز تعملها كاش مقدم. عايز مثلا تتعلم انجليزي، ادفع الفلوس من النهاردة. في الوقت ده لما فلوسك تنقص الهمة بتاعتك بتزيد. زي ما بقول لك كده، فلوسك غالية لقلبك، ولما تورط فلوسك مجهودك هيلحقها غصب من عنك. تاني حاجة الورطة الاجتماعية. يعني ايه كلام دوت؟ يعني مثلا تعلن اهداف بتاعتك لتلات اشخاص هم بيحبوك بجد، بشرط كلامهم بيكون بيوجع. يعني مثلا قول ليهم انا لو ما جريتش الاسبوع دوت كل يوم نص ساعة، كل واحد فيكم ليه عندي عزومة. هنا انت ورطت كبريائك، والانسان عنده استعداد ان هو يعمل اي حاجة علشان بس ما يطلعش صغير قدام اي حد. لحد هنا في الفيديو اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، ومتنساش تعمل لايك وتكتب لي تعليقك. يلا نكمل الحلقة. الخطوة التالتة هي ورطة الدقيقة الأولى. أنت عارف أصعب حاجة في الورطة هي البداية. ورط نفسك في أول دقيقة بس. عايز تذاكر افتح الكتاب واقرأ بس أول سطر. عايز تصلي قوم اتوضى. بس أنت مجرد ما بتبدأ الحاجات بتنتهي، والموتور على طول أوتوماتيك هتلاقيه بيدور. أنا بقولك ابدأ غصب عنك، وصدقني هتكمل بعد كده بمزاجك. في النهاية أنا عايز أقول ليك التحدي ال21 يوم من النهاردة. اختار ورطة واحدة بس من اللي احنا قلناها. يعني ادفع فلوس أو اعلن هدف بتاعك أو ابدأ من أول دقيقة.
واستمر 21 يوم بس. صدقني المخ هو المحتاج الوقت ده، بس 21 يوم علشان يحول الورطة لعادة. مش بس كده، ده علشان يعود الخوف لثقة. وعشان كده أنا بقول ليك ورط نفسك قدامي دلوقتي في التعليقات. اكتب الهدف واكتب الورطة اللي انت هتعملها. خد بالك أنا شايفك، والنتيجة إن شاء الله تبهرك. يا خليك عارف إن الدنيا مفيهاش أمان مطلق. الأمان الحقيقي إنك تكون في الحركة المستمرة على طول. لو خايف من الفشل ورط نفسك في المحاولة. لو قلقان من بكرة ورط نفسك في إنجاز النهاردة. لو محتار تبدأ منين ورط نفسك في أول خطوة. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش علشان خاطر نفضل احتياطي على الدكة. الحياة يعني انزل الملعب، اتورط، اتعلم. وطالما وصلت معايا للمرحلة دي من الفيديو فانت عاوز تتغير. في الخاتمة اوعى تنسى تعدي يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. ولو وصلت لحد هنا عرفني في كومنت واشترك في القناة. ولو عجبتك شجعنا بلايك. متنساش مع بعض خليك ألف.